اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه. وعاملين ايه؟ وحشتني حبه قد كده. قومي بقى يلا تشجعي واعملي الزبيب بتاع السنه. زي ما انتم شايفين جبت معايا كده 3 كيلو من العنب، ما شاء الله ما فيش فيهم ولا غلطه. اللي طلع منه يعني حوالي كام واحده بس كده يتعدوا على صوابع، يعني حوالي يجي 10 كده في الحدود دي، يعني اللي هم ايه، شلتهم رميتهم، لان طبعا انت بتقفي بتنقضي العنبة الوحشة ترميها والحلوة بتسيبيها. تمام، ركزي في الخطوات دي، ركزي. حطيتهم بقى في ميه كده زي ما انتم شايفين، وبشيلهم بقى. يعني انا بعد ما غسلتهم بشيل بقى ايه، كل عنبه من العنقود بتاعها. تمام. طبعا انا كنت عملته مره قبل كده العنب، يعني جبت العنب وغسلته وعملته بالعنقود بتاعه وكل حاجه، بس كان صعب جدا يعني ما كانش سهل زي ما انا بقف كده افرطه كله كده من العنقود بتاعه. بيبقى سهل جدا وتقعدي تنقضي كده. هتشوفي معايا كل حاجه ان شاء الله في الفيديو. بس زي ما انت شايفه كده واقفه بقى ايه، اشيل بقى كده كل واحده كده من العنقود بتاعها بكل سهوله. وطبعا الخطوه دي مهمه جدا بالنسبه لي، وكمان انت لو جربتيها هتدمنيها الطريقه دي بدل ما تعمليها بالعنقود بتاعها، بتبقى صعبه جدا يعني. صعبة ازاي برضو؟ علشان تكوني عارفة، يعني دلوقتي العنب لما انت بتعمليه بالعنقود بتاعه، لازم كل يوم في الشمس تقلبيه عكس الاتجاه اللي كان فيه اليوم اللي قبله. تمام. كل يوم كده تطلعي تقلبي فيه، لان طبعا كل يوم بتطلعيه في الشمس، فانتوا برضو هتشوفوا كل حاجة معايا. ركزي بس في الفيديو، تابعي الفيديو للاخر، وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى كان زي ما انتم شايفين كده. وهو دلوقتي بيقول لكم حطوا اللايك، يعني متنسوش تحطوا اللايك للفيديو، كمان لاف، يعني حطوا اللاف في التعليقات، واللايك ما تنسوش للفيديو. يعني اسمعوا كلام مودي بقى كده وما تكسفوهوش، علشان هو قال لي هبقى اشوف يا ماما هيعملوا لايكات على الفيديو قد ايه، فما تكسفوهوش بس كده. فدلوقتي زي ما انتم شايفين العنب مش كتير، يعني العنب اللي وحش اللي طلع في الطبق الصغنطوط ده مش كتير، وبرضو هوريكم الكمية معايا في الاخر. وبس كده. زي ما انتم شايفين بقى الطريقة اللي انا بعملها دي، اللي انا بشيل كل واحدة بوحدتها دي، اسهل كتير من ما تعملي البحال زي ما قلت لك قبل كده. يعني انت لما تجربيها هتعرفي. جبت بقى كده البولة التانية دي كده، ودي العنبية دي يعني لقيت فيها كده عودة صغنطوطة كده، فشلتها وكنت بوريها لكم برضو. يعني عاوزة اقول لكم انكم لو لقيتوا برضو في عنب في العودة الصغنطوطة دي تشيلوهم منها. تمام. وكمان بطلع على ايدي كده علشان لو في عنباية كده ولا كده احطها برضو في الطبق كده. يعني لازم ندي لكل حاجة حقها، مش علشان واقفة وظهرك طبعا هيوجعك وهتزهقي اصلا من كتر الوقفه وكده فتكروتي الحاجه. لا، انا مش عاوزه كده. انا عاوزاكي تدي لكل حاجه وقتها وكل حاجه حقها. ده ليه بقى؟ علشان ده على فكره هينفعك ازاي؟ هينفعك لما تحطي الزبيب في الشمس وكده، وتيجي بقى ايه، لما يتعمل الزبيب تنقضيه، لان برضو هتشوفي معايا في الفيديو ان هنقعد ننقض والكلام ده كله. بس انا مش عاوزه اتسرع واقول لكم اللي هيحصل، علشان يعني ايه، كل ما تيجي حاجه كده هقول لكم يعني هنعمل كذا، علشان تكونوا ماشيين معايا واحده واحده وعارفين انا كنت بعمل ايه بالظبط. تمام. بس فعلشان كده مش عاوزه اكون متسرعه معاكم. انا مش عارفه الراجل اللي بيبيع ده ايه اللي جابه دلوقتي، ايه اللي جابه. ما تيجوا اقول لكم نكتة اليوم على ما اخلص العنب ده، لانه بصوا انا عاوزة اي حاجة كده تفرفشنا كده واحنا قاعدين، لان العنب ده كان موال. تعالوا بقى كده اقول لكم نكتة وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات على النكتة دي، واللي عارف نكتة يكتبها لي في التعليقات وانا اقراها وكده. يعني اللي عارف حاجة يكتبها، ادينا ايه بنضحك بعض. بصوا بقى، واحد ومراته ما بيتكلموش. مراته جابت ورقة كتبت له انا عاوز اروح عند اهلي، كتب لها مفيش مروح. راحت جابت ورقة كبيرة وكتبت له انا بقول لك عاوز اروح عند اهلي، كتب لها مفيش مروح وما تعليش صوتك عليا تاني. عجبتني اوي النكتة دي.
لو انتوا بقى عارفين نكت اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي ايه رأيكم في النكتة دي، حلوة ولا ملتوتة؟ كده خلاص انا خلصت كمية العنب اهو زي ما انتوا شايفين، ودول الشوية اللي طلعوا مش حلوين هرميهم. زي ما انتوا شايفين بقى كده العنب ما شاء الله اهو، هديله برده كده شطفة اخيرة. انا كده خلاص رميت العنب التاني وبشطف ده بقى كده زي ما انتوا شايفين اهو. وعلى فكرة انا وانا واقفة بعمل في العنب اصلا من الاول خالص وانا كنت مولعة على مية عشان تغلي، يعني برضو علشان تبقى عارفة وكده وانت بتعملي ايه. بس خلي النار وسط تمام. شوفوا على ما خلصت كانت خلاص المية غليت اهو. جبت بقى صينية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها ملاية وكمان معايا 5 ليمونات، لان لكل كيلو من العنب هتحطيله ليمونة ونص تمام. فبس كده. فجبت كمان بقى معايا ايه اللي هي بتاعت الطعمية دي، حلوة جدا على فكرة لما بستخدمها في العنب، يعني بتطلع الكمية. هتشوفوا كل حاجة عشان ما اسرعلكوش بس كده، فهتشوفوا كل حاجة معايا. جبت بقى كده بعصر الليمون، وزي ما قلتلك كل كيلو من العنب تحطيله في المية ليمونة ونص تمام. وكمان هحط كده، بصوا بقى اللي جاي ده بقى احلى، هحط 3 معالق من الزيت، ده زيت نضيف ما تستخدميش زيت التموين. على فكره انا كنت عملته برضو معاكم قبل كده على القناه بزيت من بتاع التموين، ما كانش يعني فاتح زي ما هتشوفوا معايا كده. وعلى فكره هتشوفوا معايا زبيب غامق وهتشوفوا زبيب فاتح تمام. انا في الطبيعي لما كنت بعمله قبل كده بزيت التموين كان بيطلع غامق، فلما جربت بقى زيت النضيف ده اكتشفت انه بيطلع فاتح زي بتاع بره بالظبط. يعني ما تعرفيش تفرقي بين الزبيب اللي بتشتريه من بره وبين الزبيب اللي انتي عملتيه بايدك في البيت، من حلاوته ومن لونه الجميل. وعلى فكرة والله العظيم تركة الزيت النضيف دي انا اللي اكتشفتها من نفسي كده، لان زي ما قلت لكم كنت بعمله على طول بالزيت التموين فكان بيكون غامق. لما جربت اول مره اجرب الزيت النضيف وما شاء الله لقيته زي بتاع بره بالظبط. فعلشان كده خلاص انا خلاص ادمنت بعد كده تريك الزيت النضيف دي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان مفيش حد بيتعلم بسهوله، وعلى رأي المثل بتاعي بقى ان كتر التكرار يزيد خبرة الشطار. انما المثل التاني اللي بالي بالكو ده مش تبعنا خالص لا، لان اكيد يعني في ناس عارفة ان يعني في مثل تاني ان كتر التكرار مش عارف ايه، فده مش تبعنا. لا مش تبعنا. المثل بتاعي كتر التكرار يزيد خبرة الشطار، وده اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. شايفين بقى لون العنب فرق خالص عن مكان في الاول، عن ما كنت بحطه في الحله وكده. شايفين بقى انت اصلا هتاخدي بالك. بصي انت اول ما بتحطيه في الميه تقعدي تقلبي فيه عشان اللي فوق ينزل تحت وهكذا، تقلبيه هتلاقيه اصفر خالص كده معاكي. تطلعيه بقى تفرديه كده على القماشه، الصينيه بقى اللي عليها القماشه دي كده. وجبت كمان المروحه عليتها وسبتها كده عشان ايه ينشف. تعالوا بقى كده اوريكم لقطات سريعة من العنب الاولاني. والله العظيم يا جماعة العنب ده قعد معايا 9 ايام في الشمس، 9 ايام انتوا متخيلين؟ العنب التاني بقى اللي هتشوفوه معايا 4 ايام فقط لا غير، 4 ايام. وكان معايا احلى زبيب هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا انا كنت بقول لكم ده تاني يوم وده تالت يوم، وبرده وريتكم رابع يوم علشان تشوفوا يعني كل يوم بيفرق عن اليوم اللي قبله. عند 5 يوم اللي هو ده، جيت عند 5 يوم وزهقت خلاص تصوير، يعني قلت بقى مش هقعد اصور السادس والسابع والثامن وهكذا. بس انا عاوزه اقول لكم ان تركه الزيت بتفرق جامد 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 في الزبيب علشان بتمتص الشمس اسرع وكده. اول يوم بقى للعنب اللي عملت معاكم كده في الشمس، والعنب ده كان لسه له كده كمان يومين. وطبعا لازم تطلعيه في الشمس من بدري، يعني من اول الشمس كده يا ريت، علشان ياخدها كده من اول ما هي طلعت لغايه المغرب لما هي بتروح. طبعا ده برضو هينجز معاكي. او مثلا طلعيه الظهر او تخرجيه على حسب بقى انت بتطلعيه او بتخرجيه مثلا البلكونه او كده. لكن انا كنت بطلعه على السطح علشان ايه البلكونه الشمس مش بتكون موجوده فيها على طول. شايفين هنا بقى ده كان تاني يوم كنت بشيل العنب الزبيب اللي اتعمل. شايفين فرق الدرجات؟
شايفين فرق الدرجات؟ على فكره العنب الغامق ده برضو كان بيبقى معايا غامق كده بس بزيت التموين. شوفوا بقى لما جربت تركه زيت النضيف كده، والله العظيم كنت بجربها كده على الله، يعني حكايتي ساعتها ما كانش في دماغي خالص ان هو ما شاء الله يبقى فاتح كده. علشان كده بقول لكم ان كتر التكرار يزيد خبره الشطار. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين بنقط كده اللي استوت، بنقطها لان طبعا لو انت سبتيها هتنشف معاكي ما عادتش هتبقى نافعه اصلا. وطبعا الزبيب الغامق برضو اللي عملته ده هستخدمه ان شاء الله في الحشو. انما الزبيب اللي ما شاء الله طلع لونه حلو قوي ده عجبني جدا على فكره، هستخدمه بقى ان شاء الله برضو في الحلويات بقى والحاجات دي. تمام. وزي ما قلت لك لازم كده تقعدي تشيلي واحده واحده. وكده بقى احنا تالت يوم، طبعا معايا كميه من تاني يوم. ودي الكميه اللي على الفوطه البيضه دي بتاعت تالت يوم. تمام. انا كنت حطيت الزبيب كومه كده على بعضها وبس اللقطه دي اتمسحت. تمام. وكمان قاعده كده بقى ايه بشيل كده بنقط اللي استوت بحطها على الفوطه البيضه علشان امسحها، وكمان اللي لسه عايز يوم في الشمس كده او حاجه بشيله على جنب قدامي كده. بعد بقى ما اخلص الكميه دي كلها هفرده كده. تمام. وهمسحه بقى كده اللي انا اخدته كده اللي استوى بالفوطه البيضه. بصوا بقى انا ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده علشان تلحقوا ان انتم تجيبوا عنب بقى وتعملوا زبيب كده قبل ما العنب يخلص. الحقوا نفسكم. زبيب السنه يا جماعه. بس كده ويكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا. وبس كده، مع السلامه، باي.